مسلات وكباش ومعابد فرعونية، إزاحة الستار عن الحي الرئاسي بالعاصمة الإدارية. كأن الجد قال للحفيد على سر الصنعة عشان يطلع التحفة الفنية المعمارية دي المعتزة بثقافة وحضارة بلدها. ويمكن ده أكتر سبب عامل قلق للناس اللي مش بيحبوا مصر، أو على الأقل اللي مش بيحبوا الحضارة المصرية القديمة بتاعتنا. الحي الرئاسي بيزين بأربع مسلات فرعونية، وفي مدخل الحي الرئاسي في بوابة رئيسية ضخمة على شكل قرص الشمس المجنح، وهو رمز فرعوني يرتبط بالآلهة في الحضارة المصرية القديمة. وبين البوابة دي والقصر في ممر مستوحي من طريق الكباش بالأقصر، وتم تصميمه على هيئة زهرة اللوتس، وبيتزين على جانبيه ب 22 تمثال للكباش. وفي نهاية الممر بتظهر زهرة اللوتس وبيحيط بيها مجسمات هرمية زجاجية. والفن الفرعوني ما انتهاش لحد هنا. داخل ساحات الحي هتلاقي فيه مساحات واسعة من الحدائق، ووسطها بحيرة صناعية ضخمة. الحدائق دي مستوحاة من الحديقة المقدسة في العصور الفرعونية. والبحيرة نفسها على ضفافها نسخ مصغرة من معابد فرعونية معاد تصميمها بأدق التفاصيل. الحديقة برضو بتحتوي على مساحة مائية على شكل مفتاح الحياة، يحيط بيها زهرتين لوتس على الجنب. وفي نهاية الحديقة تقع قاعة المؤتمرات الرئيسية اللي بتحمل اسم قاعة الحياة، وهو برضو اسم فرعوني. وكان تصميمها من بره ممزوج بالطابع الفرعوني والتراث الإسلامي. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها، وشكرا.